كيفكن يا حلوين؟ امبارح حبيتوا كتير الفلوج، قلتولي على طول عاملين هيك فلوجات، ولحسن حظكم اليوم في بازار، والبازار هذا حبيتي اللي هو بازار الفاتح اللي هو نهار الأربعاء يعني، وكلياتنا بنعرفه وبنروح عليه. وأول شي لفت نظرنا اللي هو الكبيس. نحن بنقول له كبيس بلبنان، انتو شو بتقولوا له؟ ثواني أسأل ماهر. مخلل. هون في شيلات قد ما بدكن، كل الألوان، ما بتحتاجوا تقولوا يا اسمه عم بتجيبي شالاتك، انتوا صرتوا تعرفوا. والألبسة بتجنن خصوصا بهذا البازار، شو ما بدكم بتشوفوا، محجبات ما محجبات، حتى في ميك اب قد ما بدكم بهذا البازار. بس في قصص ما تاخدوها من البازار مثل اللاطورات وهالقصص يعني، بس هدول كتير حلوات وعلى قدنا كلياتنا. ما حاحكي عن حالي، رح احكي عن كتير صبايا ما بيقدروا يجيبوا ماركات، فبيجيبوا حتى شوفوا شي جلام، بس هذا تقليد طبعا. حتشوفوا كمان هون فتنا بالغلط هون على ساحة السمك، الله وكيلكم الريحة يي. هذا شو قرش خلص قرش، وهدول اللي بتلبسوهم بالبيت بالشتاء. وفي عندكم لاطورات بس منن اوريجينال، ما بنصح حدا ياخدهم ابدا لانه ريحتهم بتروح. هون العشق الزيتون، ماهر غرف قلبه على الزيتون، راح صورهم دغري ليكوا الجمال، ايش بدكن الوان واشكال وطعمات. هون قررت بدي اخد بيجامه لإيلا، فمحتاره كنت بأنو بيجامات اخد لانه كتير لازمه هالبيجامات وبحبهم بالشتاء بما انه بالبيت وهيك. فاخر شي جبت لها البيجامه الزهر، اول وحده كمشتها لانه ماهر حبها. وهيك لقطة سريعة على اللبس الموجود للمحجبات، عن جد بيجننوا، ما بشوفهم على فكرة بالمحلات هالألبسة. والبازار هذا كتير 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 كبير كتير. ماهر صار له فترة عم بيحكي انه بده يجيب مريول جري لإيلا. ايه نعم، بدنا نخليها تجلي من هذا العمر. فكان قاعد بنقيلة اخر شي شاف لها ماشا، كتير بتحب ماشا إيلا، فجاب لها ماشا. صار له فترة بيشوفهم بيقول إلا بس تكبر بدي أجيب لها منهم، فصار الوقت إنه تبلش تجلي. وهي ماشا شوف الجمال. ماهر نقطة ضعفه إلا شو ما شافت بده يجيب لها. إيه أخذت مكاني. شوفوا فرحته لما عم بيطلع عليها. الله يحمي لك اياها ويخلي لنا اياك يا روحي. وهدول القصص اللي طالعه ترند كمان كتير حبيتهم، خصوصا هيك طاولة السفرة لهالقصص كتير حلوين. هون قال لي شوفي هي الشنطة شو رأيك نجيب لها اياها؟ قلت له بعدها صغيرة. قال لي انت ما بتحملي هيك شيء؟ قلت له لا يا ماهر مو هيك، قلنا لك صغيرة بس مو لهالدرجة. وهون في سجاد، فجأة شفت لكم شيء جمدني بأرضي. شوفوا، خلاني هيك ما اعرف استوعب شو هاي. نقطة ضعفي ادوات المطبخ، صحون فناجين شو ما بدكم. هون وقفت وشو بيقولوا ما بعرف، هيك قلبي لطف. اخر شي ما جبت شي لا، لانه اكتشفت انه المنظر عن بعد احلى بكتير من المنظر عن قريب. ما بعرف، حسيت ما لفت لي نظري شيء. هون قررنا نجيب لها ماشا، بالصدفة شفتها وفرحت إلا يعني ما شالت عين عن اللعبة لحد ما وصلنا على البيت، وتبوس فيها يعني لدرجة أنا وماهر دموا عيوننا. لك الفرحة اللي بعيونها ما تركت اللعبة أبدا. وأي حدا كان ياخدها منا ليك وفرحتها كيف عم تطلع عليها، كتير بتحب ماشا. أي حدا ياخد منا اللعبة تبكي وإلا بدها إياها. كانت أحلى فرحة إلي ولماهر. وهون بيسموا سوق الحرير، بيشبه كل شيء للحرير عند التراك، هيك ألبستن يعني، عرفتوا كيف؟ بس بيبيعوا كل شيء بشيء. وهون رجعنا على البيت وماهر ندم طبعا حامل الخضرة، بس أنا حاملة غراض تانية بالعربانة. وإلا بده يطلع البيت، قال لي التوبة اللي بعد ياخدك على السوق. معلش هو أول 5 دقايق يعني هيك بيعصب، بس بعدين إن شاء الله بعوض له إياها بسوق تاني. في بازار نهار الجمعة إن شاء الله بدي عم فكر روح عليه إذا حبيتوا هذا الفيديو. الله وكيلكم صفحتي رح تصير بازارات، شو رأيكم؟ هون هلا رح فرجيكم قميصي اللي اشتريته من البازار هداك. فرجيتكم قلت لكم اشتريت قميص، هذا هو طالع دارج. وهي البيجامه اللي اشتريتها لإلها لونها فوشيا بس على الإضاءة هيك، وهدول ألعابها ومريول الجلي. وجبت لها كولونات كانوا عاملين عرض على 3 ب100، فإلا لازمة كتير كولونات فحبيت هدول. ومن جوا مصوفين، أحلى شيء إنه يكونوا مصوفين يعني. هلا فرجيكم كيف مصوفين. وجبت طبعا هون هاي السبانغ لأنه بكرة رح نطبخ سبانغ، جاي كتير عبالي سبانغ ورز.